اللي حصل النهارده مع محمد صلاح صدمه كبيره بكل المقاييس. محمد صلاح النهارده خارج قائمه ليفربول قدام انتر ميلان. ليه؟ هل ده خلاف ولا في مشكله ولا تعنت من المدير الفني ولا هو قرار فني؟ في الفيديو ده هحكي لكم الحكايه من اولها لاخرها، وهتفهموا يعني ايه بالظبط ايه اللي حصل داخل ليفربول قبل ماتش انتر ميلان. جهز نفسك لان الموضوع اكبر من مجرد استبعاد. أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح. الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. النهارده فجأة ليفربول بيعلن عن قائمة مباراة انتر ميلان وجمهور العالم كله بيتفاجئ. محمد صلاح مش موجود في القائمة. هل دي إصابة ولا راحة ولا إيه سبب؟ مفيش أي سبب واضح. قرار غريب طبعا، خصوصا إن المباراة دي كبيرة جدا ومهمة. طبعا أول سؤال جاء في بال الناس هو صلاح اتعاقب ولا في مشكلة بينه وبين المدير الفني سلوت؟ بعد ساعات قليلة المدرب أرني سلوت مدير الفني لليفربول خرج في مؤتمر صحفي وقال كلام فتح أبواب الجدل على مصراعيها. الراجل قال بالنص كده قرار الاستبعاد اتاخد بعد حديث قصير جدا مع محمد صلاح، وانه قرر ما يسافرش مع الفريق. يعني ايه؟ يعني صلاح عرف القرار في لحظات ومفيش نقاش، وده اللي خلى الجماهير تقول دي مش كوره، دي ازمه، خاصه ان الكلام جاي بعد ايام من تصريحات صلاح اللي قال فيها انه اترمى تحت الاتوبيس اكتر من مره. انا هنا مش هقول ان في خناقه ولا هقول ان في سلوت بيكره صلاح، لكن تعالوا نفكر بالعقل. قبل المباراه صلاح كان جاهز بدنيا، كان بيلعب اكتر الاسابيع بشكل طبيعي، مفيش اي اصابه معلنه، والمباراه مهمه جدا ضد انتر ميلان. يبقى ليه يتم استبعاده فجاه؟ المنطق هنا بيقول ان السبب مش فني 100%، ممكن يكون في اختلاف في وجهات النظر او اعتراض من صلاح، او سلوت عايز يثبت ان الكلمه كلمته. وفي النهايه الاعتراضات بين اللاعبين والمدربين بتحصل في كل فرق العالم. جمهور ليفربول على السوشيال ميديا اشتعل، في ناس قالت صلاح تاريخه اكبر من انه يستبعد كده فجأة، وناس تانية قالت القرار صح والمدرب ليه الحرية في الاختيار. الاعلام الانجليزي بدأ يحط سيناريوهات كتير جدا. هل صلاح في طريقه للخروج والاستبعاد من ليفربول وفي انتقالات يناير المقبلة، ولا هل ده عقاب؟ هل هي بداية أزمة أكبر هتظهر في الأيام الجاية؟ وبصراحة كل السيناريوهات ديت ممكنة. أنا من وجهة نظري اللي بيحصل بين صلاح والمدير الفني سلوت دلوقتي عبارة عن اختبار قوة. المدرب عايز يثبت ويفرض شخصيته، وصلاح نجم الفريق ووزنه كبير جدا. لو الموضوع اتساب كده ممكن يكبر ويأثر على الفريق كله. ولو صلاح حس انه مش متقدر، خروجه من ليفربول مش هيكون مستبعد خالص، وارد جدا الفترة الجاية. ده كان تحليل كامل لسبب غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول امام انتر ميلان، بكل تفاصيله وتصريحاته وردود الفعل اللي حصلت. رأيك ايه انت كمشاهد؟ شايف القرار دوت صح ولا تعنت واضح ضد صلاح؟ اكتب لي رأيك في الكومنت، وما تنساش تدعم الفيديو بلايك واشتراك علشان عندنا حلقات قوية جدا جاية قريب. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة ولعب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لاصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وانا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.